السلام الله عليكم جميعا. إليكم ترتيب مجموعات تصفية كأس العالم 2026. المجموعة الأولى منتخب مصر يتصدر المجموعة ب10 نقاط، غينيا بيساو في المركز الثاني ب6 نقاط، بوركينا فاسو في المرتبة الثالثة ب5 نقاط. في المركز الرابع سيراليون ب5 نقاط، إثيوبيا خامسا ب3 نقاط، ثم جيبوتي في المركز السادس بنقطة واحدة من أصل 4 جولات. لحساب المجموعة الثانية منتخب السودان يتصدر المجموعة ب10 نقاط، سنغال ثانيا ب8 نقاط، الكونغو الديمقراطية ثالثا ب7 نقاط، ثم الطوغو في المركز الرابع ب3 نقاط، جنوب السودان في المركز الخامس بنقطتين، ثم موريتانيا في المركز السادس بنقطة واحدة. أما لحساب المجموعة الثالثة رواندا في المركز الأول ب7 نقاط مناصفة مع جنوب إفريقيا والبنين، ثم رابعا ليستو ب5 نقاط، في المركز الرابع نيجيريا في المركز الخامس ب3 نقاط، ثم زيمبابوي في المركز الأخير بنقطتين. أما لحساب المجموعة الرابعة المنتخب الكاميروني في المركز الأول ب8 نقاط، ليبيا في المركز الثاني ب7 نقاط، ثم الرأس الأخضر في المركز الثالث ب7 نقاط، أنغولا في المركز الرابع ب6 نقاط، وفي المركز الخامس موريشيوس ب4 نقاط، ثم في المركز السادس تيني ب0 نقطة. وأما ترتيب المجموعة الخامسة المنتخب المغربي يتصدر المجموعة ب9 نقاط، ثم تنزانيا في المركز الثاني ب6 نقاط، النيجر في المركز الثالث ب3 نقاط، ثم زامبيا في المركز الرابع ب3 نقاط، الكونغو برازافيل في المركز الخامس ب0 نقطة، إريتريا انسحبت من التصفيات. أما المجموعة السادسة الكوت ديفوار يتصدر المجموعة ب10 نقاط، ثم منتخب الغابون في المركز الثاني ب9 نقاط، ثالثا بوروندي في المركز الثالث ب7 نقاط، المنتخب كينيا في المركز الرابع ب5 نقاط، خامسا غامبيا ب3 نقاط، في المركز الأخير السيشل ب0 نقطة. أما المجموعة السابعة فمنتخب الجزائر يتصدر المجموعة ب9 نقاط، في المركز الثاني منتخب موزمبيق ب9 نقاط، بوتسوانا في المركز الثالث ب6 نقاط، ثم منتخب غينيا في المركز الرابع ب6 نقاط، أوغندا في المركز الخامس ب6 نقاط، ثم منتخب الصومالية يتديل ترتيب المجموعة السابعة ب0 نقطة. أما المجموعة الثامنة فمنتخب تونس يتصدر المجموعة ب10 نقاط، في المركز الثاني ناميبيا ب8 نقاط، ليبيريا في المركز الثالث ب7 نقاط، في المركز الرابع مالاوي ب6 نقاط، غينيا الاستوائية في المركز الخامس ب3 نقاط، ثم ساوطومي في المركز الأخير ب0 نقطة. أما المجموعة الأخيرة فمنتخب جزر القمر يتصدر الترتيب ب9 نقاط، منتخب غانا في المركز الثاني ب9 نقاط، مدغشقر في المركز الثالث ب7 نقاط، منتخب مالي في المركز الرابع ب5 نقاط، إفريقيا الوسطى في المركز الخامس ب4 نقاط، ثم منتخب تشاد في المركز الأخير ب0 نقطة.